يمكن أكتر حاجة من عداوة لمريض السكر أو العدو الرئيسي لمريض السكر مش الحلويات والسكريات. أكتر حاجة عدو لمريض السكر هو القمح، أو القمح اللي إحنا اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة، اللي هو القمح المعالج وراثيا، اللي هو بقى موجود في كل حاجة دلوقتي. موجود في المخبوزات، موجود في الحلويات، موجود في كل حاجة، حتى الرغيف العيش البلدي اللي إحنا بناكله في مصر ده، أو الخبز يعني، موجود فيه القمح المعالج. طب نقدر نعمل إيه مع كل حاجة حوالينا بقت فيها القمح المعالج ده؟ نقدر إن إحنا نزود شوية، يعني إحنا لو هناكل القمح أو هناكله بأي شكل، سواء مخبوزات أو كده أو حلويات. أولا أنا بنصح دايما إن إحنا نقلل المخبوزات اللي هي الحلوة على قد ما نقدر. نحاول إن إحنا نقلل كمان اللي هي المخبوزات اللي إحنا بنجيبها من الشارع، لأنها بتبقى فيها حاجتين مشكلة: بيبقى فيها زيوت مهدرجة، ويكون فيها كمان اللي هو القمح المعالج. فنصيحة نبعد عن الاتنين دول. ونحاول إن إحنا لو هناكل قمح معالج، نحاول إن إحنا ندخّل فيه كمية بروتين مع ألياف، عشان نتلافى الضرر اللي بيحصل فيه، لإن هو هيرفع عندنا مستوى الأنسولين لدرجة خرافية وينزل مرّة واحدة. لكن البروتين أو الحاجات اللي فيها ألياف والحاجات اللي فيها البروتين هتخلّي امتصاص السكريات، وإن هو يعمل حساسية للأنسولين عندنا هتقل كتير. اكتبوا لي تحت في الكومنتات أنتم عندكم تاريخ مرضي مع السكر والّا لأ؟ وهل الكلام اللي إحنا بنقوله ده فعلًا الدكتور السكر اللي أنتم بتتابعوا معاه بيقوله لكم والّا لأ؟ وأشوفكم على خير دايمًا. سلام.